السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة أجمل صينية قرع عسلي بالبشاميل. طريقتها سهلة وبسيطة وبإذن الله هتعجبكم. تعالوا نقطع مع بعض قطعة كده ونشوف شكلها من جوه عامل إزاي. شايفين طبقة القرع العسلي تحت متكرملة في التسوية، والمكسرات وطبقة الكريمة حقيقي جميلة جدا. ريحتها تحفة وطعمها جميل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. بالنسبة للقرع العسلي بحب اجيب القرع العسلي الصغير، بحيث ان انا اعملها مرة واحدة تبقى كافية بالنسبة لي. انما لما بجيب الكبيرة هتضطري انك انتي تقسميها على مرتين وتشيلي الجزء التاني في الفريزر، وطعمها بيغير وما بيبقاش حلو زي ما تكون طازة معاكي زي دلوقتي. والحجم الصغير ده بيبقى سهل على ايدك في التقطيع وفي التنظيف، انك انتي تشيلي القشرة الخارجية بتاعته. بعد ما قسمتها نصين هبتدي اقطع كل نص شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه، علشان يسهل عليا ان انا اشيل القشرة الخارجية بتاعته. بعد ما قطعت الكمية كلها هبتدي اشيل الجزء اللي جوه، شايفين نصفت ازاي؟ بعد كده هبتدي اشيل القشرة الخارجية بتاعته. هنعمل مع بعض واحدة كمان عشان تشوفوا ازاي طريقة تنظيفها. شايفة الجزء اللي جوه ده عامل ازاي؟ بشيله كله، بستغنى عنه. بعد كده القشرة الخارجية، وكل الكمية هعملها بنفس الطريقة. بعد ما نضفت القرع العسلي هبتدي امسك كل جزء وهبتدي اقطعه مكعبات صغيرة. شايفين شكله بقى جميل ازاي بعد ما اتنضف كده؟ خلاص. بعد ما قطعت كل الكمية مكعبات هنزل عليهم بكوباية سكر، وهقلبهم كويس مع السكر، وبعد كده هسيبه لمدة ساعتين علشان القرع العسلي ينزل المية بتاعته. بعد ما عدى ساعتين شوفوا كمية المية اللي نزلت من القرع العسلي قد ايه، والسكر داب وبقى كده تمام. هبتدي اجيب الحلة وافضيه في الحلة واولع عليه البوتاجاز. شايفين كمية المية نزلت قد ايه من القرع العسلي؟ انا مش محتاجة ان انا اضيف اي مية، هو هيسوي نفسه في المية بتاعته. القرع العسلي ابتدى يغلي، هبتدي اقلبه تقليبة واغطيه واسيبه يكمل سوا. وبعد ما ينزل القرع العسلي كل المية بتاعته، لان هو في التسوية هينزل مية اكتر، ابتدي احجز نص كوباية من مية القرع العسلي واخليها على جنب. وهضيف له نص معلقة صغيرة قرفة. القرفة بتديله ريحة وطعم جميلة جدا. وهقلبهم كلهم مع بعض واغطيه واسيبه يكمل سوا. واهم حاجة انك كل شوية تتابعيه، تفتحي الغطا وتقلبيه وتشوفي اخبار المية بتاعته ايه. المية كده خلاص قلت والقرع العسل استوى، هبتدي اطفي عليه وابتدي هرسه. كده خلاص اتهرس كويس. بعد كده ابتدي احضر المكسرات، اي نوع مكسرات متوفر عندك، وهحمصه على النار لغاية ما ريحته تظهر، لانك لما بتحمصيه بيبقى طعمه احلى. بعد كده هضربه في المطحنة وهضربه نص ضربة. وده شكله بعد ما طحنته. شايفين شكله عامل ازاي؟ هكون محضرة نص كوباية زبيب ونص كوباية جوز هند ونص كوباية المكسرات اللي احنا طحناها مع بعض. وهنبتدي نعمل البشاميل. معايا نص كوباية دقيق ومعلقة كبيرة نشا. هقلب النشا مع الدقيق كويس، وبعد كده هنزل عليه بكوباية حليب وتكون باردة من التلاجة، وارجع تاني اضرب بالمضرب السلك كويس علشان امنع اي كتل من الدقيق في الحليب. هقلب جامد، وبعد كده لما يبتدي يفك شوية هنزل عليه بكوباية الحليب التانية، وارجع تاني استمر في الضرب بالمضرب السلك علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، دقيق يفك ويندمج مع الحليب كله. وهنزل بنص كوباية مية القرع العسلي اللي احنا حجزناها في الاول، وارجع اقلب تاني مع بعض كله. وكده خلاص هضيف اخر كوباية حليب. يبقى احنا كده ضفنا 3 كوبايات حليب ونص كوباية مية القرع العسلي. وهنزل بشوية فانيليا ومعلقة كبيرة زبدة او سمنة بلدي. واخر حاجة هضيفها ربع كوباية سكر. وبعد كده ارفع الحلة على البوتاجاز واستمر في التقليب. ما تبطليش تقليب خالص علشان ما يحصلش كلكعة في البشاميل. شايفين البشاميل تقل ازاي؟
ده كده السمك بتاعه اللي انا عايزاه. اول ما يبتدي يغلي هقوم طافيه النار عليه وكده بقى جاهز. شايفين البشاميل بقى عامل ازاي؟ شايفين السمك بتاعه؟ هكون محضرة قالب وفيه قطعة زبدة وهبتدي ادهنها في القالب. بعد ما دهنت القالب من جميع الجوانب هبتدي اجيب البشاميل وانزل بشوية صغيرين في قلب القالب، واوزع بعد كده البشاميل في الصينية، واجيب القرع العسلي انزل بيه فوق من البشاميل. واوزع القرع العسلي في القالب علشان يبقى كله بارتفاع واحد، واساوي السطح بتاعه. وبعد كده هوزع المكسرات عليه، واوزع جوز الهند واوزع الزبيب. وطبعا توزيع المكسرات بيبقى على حسب الرغبة، عايزة تكتري الكمية او تقلليها زي ما تحبي. وهنزل بعد كده بكل كمية البشاميل فوق من المكسرات. هفضي البشاميل كويس من الحلة، وبعد كده هوت اساوي السطح بتاع البشاميل. فاضل نعمل اخر تكة اللي هتكمل بقية الطعم الجميل دوت. هكون مسيحة معلقة كبيرة من الزبدة وهوزعها على سطح البشاميل، وبالفرشة اتأكد ان انا وزعت الزبدة كويس على سطح البشاميل كله، عشان لما ادخلها الفرن وشها هيحمر وهتديكي ريحة وطعم مميزين جدا. كده القرع العسلي بقى جاهز ان انا ادخله الفرن. هكون مسخنة الفرن كويس وهدخله علشان الوش بتاعه يحمر. اول ما يبقى الوش بتاعه يبتدي لونه بامبا كده هشغل الشواية عشان يديني الوش الاحمر الجميل دوت، وهنسيبه يبرد كويس وهندخله التلاجة قبل التقديم. ويلا بينا نقدمه. فعلا هتاكلوا اجمل صينية قرع عسلي. اتمنى انكم تعملوه وان شاء الله هيعجبكم. شايفين التسوية بتاعته من تحت عاملة ازاي؟ وكله امتزج مع بعضه، الكريمة البشاميل مع المكسرات مع القرع، وبقى يجنن. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.